زي ما السينما فيها أفلام كبيرة وتاريخية وسابت علامة وسط الفن والسينما، من ناحية تانية هتلاقي أفلام ما تستحقش إن هي تكون جوه السينما أصلا. في الفيديو ده هنتكلم عن أسوأ وأفشل أفلام في تاريخ السينما المصرية، ومش هطول عليكم ويلا ندخل على الفيديو. ورقم 10 معانا وهو فيلم خسسني شكرا، مش بهزر والله، اسم الفيلم كده. الفيلم من بطولة الفنان مدحت تيخة، والفيلم عبثي لأبعد الحدود. الفيلم تدور قصته عن 4 أشخاص يعانون السمنة ويفشلون في نظام غذائي، فيلجأوا إلى عالم يحول حياتهم منهم إلى الأفضل ومنهم إلى الأسوأ. الفيلم تافه ومنجحش ومفهوش بطل وحيد يذكر إنه يشيل الفيلم، وكمان الفيلم فيه عبد الله مشرف، فمش محتاج أتكلم يعني. وسيبك من فشل الفيلم وتعالى لي، أنا أول مرة أسمع عن بطل اسمه مدحت تيخة. تخيل معايا يا عزيزي المشاهد إن مدحت تيخة ده بطل فيلم الممر. هتروح تقول لاصحابك ايه؟ تعالى نسمع فيلم الممر للفنان مدحت تيخة اللي بينافس كريم عبد العزيز. ورقم 9 معانا وهو فيلم بون سواري، بطولة غادة عبد الرازق، مي كساب، نهلة زكي. الفيلم بيحكي عن 3 بنات ابوهم مات، المفروض الورث الطبيعي بيكون عربية، قطعة ارض، بيت، بس دول عشان 3 بنات فيورثوا كباريه. والله زي ما بقول لك كده. والسبكي عشان يقدم حبكة درامية في الفيلم ده يجيب ال3 بنات ويقول لك هطلع منهم قصة، اخلي 2 موافقين بنصيبهم في الميراث، وكمان هيعملوا فقرة راس في الكباريه بتاعهم، وده عشان يخافوا على مال ابوهم. والبنت التالتة تطلع معترضة ومتدينة، وفي النهاية البنتين اللي رضيوا بنصيبهم في الكباريه يخسروا كل حاجة ويرجعوا لاختهم المتدينة. فيلم فاشل كقصة وتجاري وملهوش اي معنى غير ان السبكي بيسوق بنجوم الفيلم. كمان الفيلم بلس 18. ورقم 8 معانا للفنان اللي انا بحبه جدا تامر عبد المنعم، واتمنى افلامه تتمسح من تاريخ السينما المصرية وتتمسح من على روتانا سينما وما اشوفهاش تاني ابدا. قصة الفيلم تدور حول 2 مخطوبين، هو منشغل بالسياسة والحياة الوطنية ومش مهتم بالجواز، وكمان مش مهتم بخطيبته وهي تعدي سن ال30 من عمرها وعايزة تتجوز. مش معقول يعني هو يسيب الوطن عشان يتجوز، انت عايزة مصر تضيع من غيره؟ المهم خطيبته تلجأ لحيل عشان يتجوزها وبس كده يا صاحبي. قصة الفيلم في ال10 ثواني اللي انا قلتهم لك، والباقي كله حش وهستيريا وعبث مهني. الفيلم سيء جدا لأبعد الحدود وأبعد ما تتوقع. الفيلم ينزل سنة 2007 ويحقق 250 ألف بس، وده المتوقع، وده يدل ان الفيلم فشل ذريع جدا. ورقم 7 معانا للفنان اللي ما كانش ينفع احطه هنا بس هو اللي اجبرني على كده، وهو الفنان محمد هنيدي بفيلم عنتر ابن شداد. الفيلم بطولة محمد هنيدي، باسم سمرة، درة، لطفي لبيب. احداث الفيلم تدور ان عنترة يدخل صراع مع اسد الرجال مقابل الفوز باجمل فتاة في القبيلة. الفيلم اوفر ريتد واتعمل بشكل وحش، والفيلم المفروض ان هو تصنيف كوميدي، وانا مش شايف فيه اي حاجة تدل على الكوميديا غير ان باسم سمرة شوية كان بيضحكنا في الفيلم الهابط ده. الفيلم ينزل سنة 2017 ويحقق 7 مليون جنيه، وده فشل بالنسبة لمحمد هنيدي وأول سقوط ليه بفيلم عنترة ابن شداد. انت الوحيد اللي باقي من السودانة يا عنتر. ورقم 6 معانا وهو فيلم على وضعك للمطرب أحمد سعد، أقصد الفنان أحمد سعد. وموضوع إن أحمد سعد يمثل ده دليل كافي إن الفيلم يفشل. وتدور أحداث الفيلم ما بين شخصين، واحد بيحب البنات ومقضيها شمال ويمين، تاني متجوز وشايل المسؤولية، ولكن الاتنين بيبصوا لبعض ومش عاجبهم حاله. الفيلم منجحش خالص وده المتوقع يعني، وجاب إيرادات 900 ألف جنيه. ونصيحة للفنان أحمد سعد، ما تمثلش تاني، خليك في كوميديا النكت، احنا بنحبك فيها يا فنان، ما تغيبش علينا. بيقول لك مره بنت اتجوزت من ورا ابوها لف شافها. هي الضحكة ألذ من النكتة. هي الضحكة ألذ من النكتة. ورقم 5 معانا وهو فيلم فرح للفنان أحمد هارون ومي عز الدين والطفلة نور إحسان. قصة الفيلم أب عايش في إنجلترا بيعمل أعمال خيرية كتير جدا، فيبعت ابنه إلى دار الأيتام في مصر يتبرع بمليون جنيه، والطفلة فرح في دار الأيتام ده. الفيلم يشارك سنة 2004 ولكن يفشل وما حققش نجاح خالص. فيلم كوميدي ولكن كاريزما أحمد هارون حطاه في ليفل ضد التصنيف، ومي عز الدين ده أكتر عمل أنا مش بحبه ليها، دورها ما كانش مقبول، والفيلم كله أتمنى إن هو يتحذف نهائي من السينما. شكلك كده بتتفرج على حاجات اياها تضر صحتك. ممكن تبعدي؟ والله العظيم انت شكلك بتتفرج على حاجات اياها. ورقم 4 معانا للفنان الموهوب بس معظم اختياراته غلط وهو أحمد الفيشاوي. قصة الفيلم عن حسن وملك ساكنين في حارة فقيرة، والناس هناك من كتر الغلا بتاكل رجول وهياكل الفراخ. الفيلم بيتكلم عن غلاء الأسعار وجشع التجار والاحتكار وقرف المعيشة، وفي الآخر بيشوف الحب هيستحمل كل التعب ده ولا لأ. قصة الفيلم نفسها حلوة وكمان منطقية للوقت اللي احنا عايشين فيه، وإن الشاب مش عارف يتجوز وكمان غلا الأسعار مأثر عليه وعلى معيشته، بس تنفيذها كان هو الأسوأ، والفيلم طلع بشكل وحش جدا. وكمان في الوقت ده كان الفيشاوي رفض الرجوع لسلسلة ولاد رزق الجزء التاني عشان يقدم الفيلم ده، فكان لازم يدرس الفيلم كويس جدا، ولكن الفيشاوي كان في حتة من الاستعجال وكان اختياره غير موفق بالمرة، والفيلم حقق 600 ألف جنيه وده فشل كبير جدا سنة 2024. ان انا يعني نفسي ما اعرفكيش تاني يا زبدي أنا شايفك أجمل امرأة في الكون. يا شقي اقفلي حسن بابا.
ورقم 3 معانا، وده سبب نزولي في فيديو أسوأ وأفشل 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية، وهو فيلم قبضة الهلالي للفنانة ليلى علوي والفنان يوسف منصور بروسلي الجيل والفنان حمدي الوزير. والفيلم اخترق عقول البشرية بسبب كمية الفيل والكراتين والديكورات المصنعة المحطوطة للفيلم بسبب ترويجه وزيادة غموض الأكشن. ولكن الحاجة الوحيدة اللي زاد فيها الغموض هي القصة كلها بتدور حوالين الدكتورة ليلى الهلالي عايشة مع أخوها صابر الهلالي. صابر ده مرشد سياحي شاطر وبيحب الرياضة والفنون القتالية. الإخوات دول مستنيين مكافأة مالية 70,000 جنيه بتاعت أبوهم اللي مات في حادث. في يوم صابر كان مشغول في شغله، فليلى قالت أنا اللي هروح أستلم المكافأة مكانه، وهي رايحة تتعرض لمحاولة اغتصاب وسرقة الفلوس على يد المجرم فيوم أبو ركبة. ومن هنا تبدأ الأحداث والصراع بين الخير والشر، وفي الآخر صابر بيدافع عن أخته وبيجيب حق عيلته وبينتصر. والفيلم ده أنا كنت عايز أحطه في المركز الأول، ولكن الفيلمين التانيين تعبوني نفسيا فحطيتهم مكانه. ورقم 2 معانا في القايمة، والأبطال دول أنا بحبهم جدا، وهما ماجد الكدواني وهند صبري بفيلم فضل ونعمة. الفيلم ده كان ممكن أحط رقم 7 أو 8، بس بسبب إن النجمين دول تقال ومستنيين منهم أفضل من كده بكتير اتصدمت منهم بالفيلم ده، فكان مكانهم هنا. والقصة تدور حول زوجين عندهم أزمة فلوس وشغلهم بايظ، فاتحين عربية أكل اسمها فضل ونعمة، وبيتورطوا من غير قصد في قضية مخدرات عشان واحد ضحك عليهم وقال لهم إن هما شغالين مع الشرطة، وبعد كده بيحاولوا إن هما يثبتوا براءتهم. الفيلم نزل سنة 2022 وحقق 16 مليون جنيه، وكتير على الفيلم ده جدا. الرقم ده في الوقت ده 16 مليون جنيه ما كانش رقم كبير، بس بالنسبة للفيلم ده رقم كبير عليه. ولكن الفيلم يفشل فشل ذريع لما نزل على التلفزيون، وكل الناس انتقدت هند صبري وماجد الكدواني. ورقم 1 معانا وهو فيلم الدرمالي فقري تملي، وانا سايبه رقم 1 بسبب ان انا اتفرجت عليه مرة صدفة، فكنت عايز ادغدغ الشاشة بتاعتنا. والفيلم بطولة الفنان الكبير شريف حمدي. قصة الفيلم الدرمالي شاب بسيط يكافح من أجل تحسين وضعه، ولكنه مقتنع بأن الدنيا بها نوعين من الناس، نوع محظوظ والتاني منحوس، وهو مؤمن إن هو من النوع الأخير من المنحوسين يأس من نجاحه، فهل يلعب الحظ مرة أخرى في حياته أم هو بصدد يأس شديد؟ وأنا مش عايز أفاجئك يا درمالي، ولكن أنت لسه من النوع الأخير، لأن الفيلم ما نجحش نهائيا، لدرجة إن أنا دورت في كل المنصات عشان أعرف إيرادات الفيلم، لم يثقل لي أي إيرادات، وده ملوش غير معنى واحد، إن الفيلم ده نزل 24 ساعة فمحدش دخله فاتشال من السينمات كلها. بس يا استاذ درملي، اي نعم انت محققتش اي حاجة وانت من النوع التاني من الناس اليائسين، ولكن انا قررت احطك من النوع الاول في الناس المحظوظة، لانك بصراحة كسبت معانا جايزة كسبت معانا جايزة افشل واسوأ فيلم في تاريخ السينما المصرية. واتمنى منك عزيزي المشاهد لو الفيديو عجبك تكتب لي في كومنت عايز منه اجزاء تانية ولا لا. خلص الكلام. بس كده يا قلب اخوك، كان معاكم احمد مجدي. فلو وصلت لنهايه الفيديو فانت انسان محترم، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لنا رايك في كومنت وتعرفني حابب اتكلم عن ايه الفيديو الجاي. اشوفكم على خير، سلام.